السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز. ويلا بينا. وبتكسر قصر اللي هي فيه وهي بتقول يا نهار اسود، حبة خرجت عن السيطرة. وغاو بيكون واقف وبيشوف القوة دي وبيقول أنا كنت جاي علشان أزور الطائفة عادي، علشان أطلب من شيرو حاجة وآخد منها حباية اللي أنا طلبتها منها، بس واضح إن الوقت مش مناسب. وهما الاتنين ساعتها بيطلعوا بسرعة وهو بيمضي عليهم بلومة، وإيه اللي بيحصل؟ هما بيقولوا خد بالك بس من نفسك، انما فجأة ساعتها حبيت الروح دي بتبدأ اللي هي تمسكه وتبلعه، وهو بيكون مستغرب وبيقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ وشير بتقول روح الحباية اللي بتبلع الأحلام هتبدأ دلوقتي اللي هي تبلع أحلام كل الكائنات اللي موجودة هنا وتحتفظ بيها للأبد لحد ما كل الناس اللي موجودة في العالم تموت. وبتبدأ اللي هي تعيط وبتقول حتى القائد غاو دخل في مشكلة بسببي، أنا مش عارف أعمل إيه. وغاو بيكون مستغرب وبنشوف ساعتها الثعلبة ومين وكل الناس وهم نايمين، وساعتها كلهم بيتنقلوا لعالم تاني وده بيكون هو عالم الأحلام. وساعتها غاو بيكون لابس لبس تاني شبه الروبوتات وبيقول أنا مش حاسس بقوتي خالص. والنظام ساعتها بيطلع له لوحة اللي هو راح لعالم الأحلام، والحباية تحاول اللي هي تقتل كل الكائنات اللي موجودة وتمتص طاقتهم علشان تكون أقوى. وهي بتقول حل علشان تخرج اللي أنت تتغلب على الروح دي. وغاو بيضحك وبيقول واضح إن أنا مش هقدر إن أنا أطلع من المكان ده غير لما أتخلص دلوقتي من حباية الروح. وبيقول في نفسه حباية الروح المفروض اللي هي بلعت كل الكائنات اللي موجودة، وأكيد مين وكل الناس اللي أنا أعرفهم برضه موجودين. وساعتها بيكون في واحدة بتجري، ودي بتكون مين وعمالة بتجري وبتقول يا خرابي يا مصيبتي، هو إيه المكان ده؟ أنا جيت أصلا هنا إزاي؟ أنا مش قادر إن أنا أستخدم حتى قوتي، وإيه الهدوم الغريبة اللي أنا لابساها دي؟ وبيكون في زومبي بيجري وراها وكان هيمسكها، بس هي بتنط وبتتفادى الوحش ده وبتقول أنا مش فاكرة إن في حياتي اللي فاتت أنا قابلت أصلا حاجة زي كده. وفي واحد من الوحوش بيهاجم ساعتها على بنت ماشية وبيقتل البنت دي، وهي بتكون عمالة بتصرخ وبيقول الوحوش دي عمالة اللي هي بتهاجم أي حد بيقف قصادها. هي عندها جسم بشر بس هي مش بشر، هي مجرد وحوش. والوحوش بتقعد اللي هي تقرب منها وهي بتقعد اللي هي تضرب الوحوش دي واحد ورا التاني يمين وشمال، وما بتكونش عاطة أي حد فيهم. إنما فجأة بتلاقي جبل كامل من الوحوش داخل عليها، وهي بتطلع اللي هي تجري وبتصوت وبتقول هو ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ومنين الوحوش دي كلها جت؟ وبعدين مش بتخلص ولا ايه؟ وفي حد بيمسكها من ايديها وبيقول لها تعالي لهنا، وهي بتكون مستغربه والوحوش بتعدي ومش بتاخد بالها. وده بيكون غاو وهو بيقول يا مين استني، وهي بتقول له اكيد انت غاو، هو ايه المكان ده؟ هو بيرد عليه ويقول لها انت عارفه حبيت ارواح الاحلام اللي بتبلع الاحلام، هو ده بقى عالم الاحلام، والوحوش دي كلها تحت سيطره حبايه الروح وعايزين ان هم يقتلوا اي حد موجود. وهي بتقول وهي مصدومه الحبايه دي بتبلع الاحلام؟ هو بيقول لها ايوه، بتعمل كمان وحوش اسطوريه وبتكون قويه جدا، وكل ما الوحوش بقت اقوى كل ما الحبايه بقت اقوى، وكل ما زاد عدد الناس اللي في العالم ده كل ما الموضوع بقى اصعب كمان. وهو بيمسك كده وبيقول لها ماشي، يبقى احنا لازم نلحق دلوقتي نتخلص من الحبايه دي عشان كل حاجه تبقى طبيعيه. وهو بيقول لها ماشي انا ما عنديش مشكله اللي انا اكون مع مراتي هنا. وهي بتضحك وبتقول تصدق ان الهدوم دي فعلا لايقه عليك يا غو، بس احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ على حسب المخطوطات القديمه فما فيش اي طريقه علشان تطلع من ارض الاحلام. وهو بيرد عليه ويقول لها لا اكيد في طريقه، احنا الاول لازم اللي احنا ندور على حبايه الروح ونقتلها. وبيتمشوا شويه وبيوصلوا عند مساحه فاضيه، وبيكون في ناس كتير واقفه في الساحه وعربيات متكسره، بتقول باستغراب هو ايه المكان ده؟ وهو بيرد عليها ويقول لها ده ملجأ موجود فيه كل الناس، هم جمعوا نفسهم هنا، ما تقلقيش المكان هنا هيكون امان، بس برضه خدي بالك كويس احنا لو متنا في العالم ده مش هنصحى في العالم الحقيقي. وهي بتقول هو كل اللي حصل ده بسببك؟ فهو بيقول لها لا مش انا اللي عملت كده المره دي. وبنت الثعلبه بتيجي وبتقول يا قائد انت اخيرا رجعت. ومين بتستغرب اول ما بتشوفها وبتقول يا ترى الثعالب بتعمل ايه هنا كمان؟ فهي بتقول لها ازيك يا امبراطوره مين، الواضح اللي انت برضه جيتي لهنا. وهي بترد عليه وهي متضايقه وبتقول تصدقي فعلا ان انت زباله عشان تتجرأي تتكلمي معايا بالطريقه دي، بس انا اكيد محظوظه عشان جيت معاكوا هنا. وفي ناس كتير دلوقتي قوي معايا هم كانوا اصلا معجبين بيا وعشان كده بيقوموا وقفوا معايا. وبتغمز لها كده بتستفزها وبتقعد اللي هي تستفزها اكتر واكتر، ومين بتكون خلاص هتطرشق منها وبتقول لها انت ازاي تتكلمي معايا بالطريقه دي؟ وهي بتضحك وبتبص لغو وتقول انا دلوقتي انقذت كل الناس على حسب تعليماتك. وهو بيقول لها شاطره شاطره. وهي بتقول لما انت كنت موجود بره انا خليت الناس اللي هم يقتلوا كل الوحوش اللي قريبين من المكان، وكمان جمعنا شويه ناس موجودين في عالم الاحلام، واحلى حاجه جمعنا شويه الاسلحه دي علشان نقدر اللي احنا نحارب. وهو بيقول لها لا بصراحه كده عجبتيني، انت نفذتي كلامي بالحرف الواحد. وبيمسك السيفين
لمين وبيدي سيف لمين وبيقول لها خدي خلي السيف ده معاكي، وبترد عليه وهي مستغربه وانا اعمل بيه ايه. فهو بيقول لها ده سلاح انت هتستخدمه واحنا بنحارب الارواح، طب هي الحرب دي هتطول؟ فهو بيقول لها عالم الاحلام عامل زي البحر ملوش نهايه، وصعب ان احنا نلاقي حبيت الروح على طول كده، بس احنا معانا كل الناس اللي عايشه، واكيد حبيت الروح هي اللي هتظهر نفسها عشان تجمع كل الاكل ده. وساعتها في بنت لابسه لبس ظباط ومعاها بندقية وبتيجي تقول في وحوش كتير بتقرب من المكان اللي احنا فيه وجايين علشان يهاجموا علينا، وفعلا بيكون في جيش من الوحوش داخلين عليهم وهم بيفتحوا عليهم النار، وواحد من الناس اللي واقفين وبيضرب نار بيقول الوحوش دي مش بتخلص، وواحد تاني بيقول ما حدش يخاف احنا نقدر ان احنا نحاربهم، وحد من اللي واقفين بيقول طب يلا بقى علشان الوحوش بتقرب، وهو بيقول لمين هتقدري بقى اللي انت تستخدمي الاسلحه دي ولا لا؟ فهي بتضحك وبتقول اكيد طبعا، ما تنسيش ان انا هكون وريثه الاسره كلها. هو بيقول لها احنا واضح ان احنا نعمل شغل عالي النهارده، وهم الاربعه بيقفوا جنب بعض وكل واحد فيهم ماسك سلاح ومعمره، وبيكون فوق دماغهم الطيارات الحربيه بتاعتهم، وهو بيقول يلا يا شباب نبدا الحرب بتاعتنا. والحرب بتشتغل ما بين الوحوش والناس، وكل واحد بيكون عمال بيضرب النار على بقيه الوحوش دي، وواحد بيكون ماسك مسدس ومش عارف اللي هو يضرب نار، وبيقول هو السلاح ده بيشتغل ازاي؟ والوحوش بتقعد اللي هي تقرب منه وهو بيكون خايف ويقول معاه ما حد يلحقني. انما ساعتها غاو بيجي بالسيف وبيقتلهم كلهم وبيقول انا مش طايق الزومبي دول، والواد بيكون لسه في صدمته، ومين برضه بيتهاجم بنت الثعلبه بالمسدسات بتكون شغاله، وهم بيقولوا احنا لازم ان احنا نقتل كل الوحوش دي الاول وبعد كده حبيت الروح هي اللي تظهر، ومين بتكون شغاله تقتيل فيهم، ومين بتقول بصوت عالي هو ايه ده؟ وغاو بيقول هو في ايه مش قادر ان انت تقتلي الوحوش ولا ايه؟ فبتقول له لا طبعا ده انا دلوقتي اوريك اللي انا اصلا المفروض اشتغل شيف شاورما، وبيكونوا عاملين فيلم حلو عمالين اللي هم بيقتلوهم كلهم. بنت التعب بتقول لو مش قادره ان انت تقتلي عرفيني، وبتقول مين اللي قال كده؟ وساعتها في طياره من الموجودين بتقول الطاقه اللي موجود في الوحوش ده بتبدا اللي هي تتغير، والوحوش ساعتها كلهم بيبداوا اللي هم يتجمعوا مع بعض وفي مكان واحد ولكنهم بيندمجوا مع بعض وبيعملوا جبل من جثث الوحوش، وقبل ما بيقلبوا على وحش عملاق جدا. بنت عبا بتقول هو ايه القرف ده؟ وهو يقول هو باصص على جبل الوحوش ده حاجه اللي هو احنا كده نقتل منهم عدد كبير مره واحده والمهمه هتكون اسهل. وايه بتقول ريحه الوحش ده شبه ريحه السمك، والوحش بيكون لسه هيهاجم عليهم انما فجاه في قنبله بتتحدف عليه، ودي بتكون البت الظابطه وبتقول كده بقى اسهل لي دلوقتي عشان اعرف اللي اتعامل معاهم. وغاو هو اللي معاه بيبدأوا اللي هم يهاجموا على الوحش العملاق ده، وغاو بيقول احنا لازم نستفاد من الوضع ده علشان نقدر ان احنا نخلص بسرعة، وكلهم بينزلوا تقطيع وضرب في الوحش ده، والوحش بيكون عمال بيصرخ بصوت عالي وبيطلع لسانه وبيهاجم عليهم بيه، وبيمشي على اللسان بتاعه بيبدأ اللي هو يخش جواه ويبدأ اللي هو يهاجم عليه، وبيقول انا علشان كان ما بحبش الاحلام، وبيهجم على الوحش وحرفيا بيقطعه، وبيكون معتبره سيخ شاورما وماشي يقطع فيه، وبيبص وبيقول الدور بقى عليكم انتوا الاتنين. واصحابه بيكونوا مستغربين وهم شايفين اتنين واقفين قصاد غاو، وبيقولوا لحظه مش ده التنين اللي غاو قتله قبل كده؟ وخين كمان اللي غاو برضه قتله. والاتنين بيقولوا له ده احنا دلوقتي هنوريك يا غاو هناخد حقنا، وبيضربوه بيطيروه في الجو، وكل البنات بيكونوا خايفين على غاو، والتنين بيقول الواد ده فعلا بيضحكني، هم دول اللي معاه بص خايفين ازاي. وغين بيقول هو اللي بدأ ما كانش لازم اللي هو يقتلنا، هم لو كانوا خايفين من القتال بتاعنا ما كانوش اصلا الجراء اللي هم يلمسونا. والتنين بيطير ورا غاو وبيقول انا عارف ان انت ما كنتش متخيل ان انت تقابلني تاني، وهي ساعتها بتقعد اللي هي تضرب بالمسدس بتاعها على التنين وبتقول له سيب غاو في حاله. انما ساعتها على طول غين بيظهر من وراها وهو بيضحك وبيقول له وانت مفكره اصلا ان انت عندك الوقت علشان تقلقي وتخافي على غيرك؟ وهي بتكون مرعوبه من ان غين جنبها، وهو على طول بيقوم ضاربها بالرجل بيطيرها ويقول ازاي تتجرأي اللي انت تضحكي عليا وتغدري بيا؟ وهي بتقع على الارض وهو بيوقفها وبيدوس عليها برجله وبيقول انت غدرت بواحد طيب زي علشان تكوني مع الشيطان ده، انت فيها غلطتي غلطه مش هتتعوض الا بموتك. وهي ما بتكونش قادره، بس ساعتها مين بتمسك السيف بتاعها وبتهجم عليه وبتقول له ابعد عنها. هو بيقول لها انت مستعجله ليه على موت؟ استني دورك، مش انت برضو امبراطوره؟ هو بيبدا اللي هو يهاجم عليها وبيقول لها واضح ان انت لازم تموتي النهارده، بقول لك ايه هتقلب مجزره كلكم هتموتوا
النهارده، وهي بتحاول اللي هي تصد هجماته وبتقول في نفسها هو ازاي بقى قوي قوي كده، وبتقول للبنت الثعلبه تعالي وحاربي معايا، انما فجاه بتلاقي اللي هي اصلا طلعت تجري وهي بتضايق وبتقول لها تصدقي اللي انت فعلا بتوطيه، انا اللي غلطان عشان كنت عاوز الله انقذك. والتنين بيمسك العربيه وبيرميها على المكان اللي هو موجود فيه وبيقول له وانت خايف ولا ايه؟ جاي كمان بتستخبى زي الفيران مني؟ هتعمل دلوقتي نفسك ميت عشان قوتك مش هتعرف اللي انت تستخدمها هنا صح؟ والمعلمه بتكون عماله اللي هي بتعالجه ساعتها وبتكون لابسه الساعه بتاعتها وبتلف في الجرح بتاع غاو وبتقول العيال دول اقوياء جدا وصعب ان الهجمات العاديه ياثروا فيهم، انا عاوزه اللي انا اعرف هم ازاي اصلا الناس اللي ميته دول بيظهروا هنا، هم كمان امال بيحلموا ولا ايه؟ وهو بيقول لها لا دي مجرد تخيلات، واضح ان كان في حد بيحلم بيهم. وهي بتقول وهي قلقانه طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بس فجاه بتستوعب وبتقول في نفسها هم الناس راحوا فين؟ والتنين ساعتها بيظهر من وراهم وبيقول اخيرا لقيتكم، وهما الاتنين بيكونوا مرعوبين والتنين على طول بيعمل انفجار بيطيرهم هما الاتنين لبعيد وبيقول وهو بيضحك صدقوني اعملكم انتوا الاتنين شويه لحمه مشويه. وهي ساعتها بتقوم تقف وبتمسك السلاح بتاعها وبتقول يا قائد اهرب انت وانا هحاول ان انا احميك، وهو بيكون خايف عليها وبيحاول اللي هو يحميها، وهي بتبدا اللي هي تجمع كل الطيارات بتاعتها وبتقول للتنين وقت موتك، وهو بيقول لها ايه كميه الكاميرات دي هو احنا في السينما ولا ايه؟ وساعتها كل الطيارات بتبدا اللي هي تتجمع مع بعض وتتشكل على شكل روبوت عملاق، وجي بتكون راكبه جوه الروبوت ده وبتقول انت لازم اللي انت تشكرني عشان انت هتكون اول واحد يتقتل على السلاح بتاعي. والتنين بيقولوا هو انت بتسمي حته الحديد بتاعتك دي حاجه كبيره؟ انا هوريكي دلوقتي. وساعتها بيتحول لشكل التنين بتاعه بيهاجم عليها وبضربه واحده بيكسر الروبوت ده وهو بيكون قلقان عليها، والتنين بيقول انت قعدت كتير قوي تجمعي في الخرده بتاعتك دي بس في الاخر برضه اتدمرت بضربه واحده بس. وبيبص ساعتها الغو بيقول له انت بقى يا بيبي تعالى لي، والغو بيقول له هو انت مش عارف ايه اللي حصل لعشيره التنين بتاعتك بسببك؟ والتنين بيديه وبيقول له هو انت بتقول ايه؟ والمعلمه بتقول يا قائد انا لسه هقدر ان انا اقف معاك، وهو بيقول لها طب خلاص تمام خليها دلوقتي بقى اللي احنا نخلص على التنين ده، وهو على طول بيقوم مهاجم عليه وبيقول انت ليه محسسني ان انت قوي هنا؟ انت عامل زي الدبانه بالنسبه لي. وهو ساعتها بيركب على طياره من اللي موجودين وبيقول العشيره بتاعتك كلها بقت تحت سيطرتي وبقوا بيحترموني وبيخافوا مني وكل التنانين بقوا عباره عن شويه عبيد عندي. وهو بيقول لا طبعا مستحيل ان التنانين يكونوا عبيد عند حد. وهو ساعتها بيبدا ان هو يطلع الهاله الشيطانيه بتاعته وبيقول له صدقني مش مهتم اذا كنت صدقت ولا لا. وعلى طول التنين بيهاجم عليه وبيقول انا هموتك دلوقتي ومش هخليك اللي انت تطلع من هنا، وبيهاجم عليه وبيفجر الطياره اللي غاو كان راكب عليها والطياره بتنفجر في ايده، بس غاو ما بيكونش موجود وبينط على طياره تانية وبيقعد اللي هو ينط من طياره لطياره لحد ما بيقرب من التنين وبيقول له انت اصلا ازاي بتستخدم القوه دي؟ المفروض ان قوتك دلوقتي تكون مش موجوده هنا. وهو بيهاجم على التنين ده وبيكون بيضحك وبيقول له دلوقتي بستخدم القوه الشيطانيه، وبيهاجم على التنين وبيقسمه نصين، وفي الناحيه التانية ايه بتكون مخبوطه في الحيطه وعمال اللي هي بتتوجع، وغينا عمال بيضحك عليها وبيقول انا غلطت لما وثقت في كل الناس بس انا مش هثق في حد تاني وقتلك ساعتها. انما ساعتها هما الاتنين بيشوفوا الانفجار بتاعه القوه الشيطانيه بتاع غاو وبيقولوا هو ايه اللي حصل للتنين. وساعتها البت الثعلبه بتيجي وهي راكبه العربيه وبتقول لمين ابعدي بسرعه، ومين بتستغرب وبتبعد بسرعه من مكانها، والبنت ساعتها بتعمل زي بقيه البنات اللي بتسوق وبتخش على طول بالعربيه في الحيطه وبتخبط غين، بس هو ما بيحصلوش اي حاجه وبيقول لها وانت مفكر ليه تقتليني بالطريقه العبيطه دي؟ مهما عملت انت هتفضلي الصفر على الشمال قصادي. وهي بتقول له يبقى ايه رايك اللي انت تتشي وترمي قنبله عليه، والعربيه اصلا بتكون مليانه على اخرها بقنابل كتير، وهو بيقول يا نهار اسود، والعربيه ساعتها بتنفجر وبيحصل انفجار كبير، وهي بتشيل البنت الثعلبه وبتقول لها فعلا انت لو كنت هربتي وسبتيني لوحدي كان زماني اللي انا قتلتك. وهي بتقول لها لا طبعا اكيد مش هسيبك، وخصوصا يعني اللي انت كنت بتحاولي اللي انت تنقذيني. وهو بيكون شايل جي على ايديه برضه وهما الاتنين بيتقابلوا في النص كده في منظر مريب بصراحه. فهي ساعتها على طول بتقوم راميه البنت دي على الارض والسما ساعتها بتبدا اللي هي تتفتح، وفي حد بيقول وهو بيضحك زي ما انا كنت متوقعه منك يا غاو، برغم كل الوحوش اللي انت قابلتها فضلت عايش، بس احنا خلاص وصلنا هنا وصعب اللي انت ترجع. وكلهم بيكونوا مستغربين وبيقولوا بصوت واحد دي اكيد هي الروح اللي احنا بندور عليها، وبتنزل الروح
من السما وبيكون في بنت واقفة عليها والكل بيستغرب لأن دي بتكون إيرو عمالة بتضحك وبتقول إيه رأيك يا غاية ومفاجأة حلوة مش كده؟ ومين بتقول بصوت عالي يا ماهر أنت بتعملي إيه دلوقتي؟ انزلي من عندك المكان خطير. وغاو بيقول هو بيضحك مين دي واضح ليه تفضل عبيطة طول عمرها. التنين وغين الاتنين كانوا دي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو جديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.